ريحة المخبوزات وهي خارجة من الفرن هتفضل من الروايح المفضلة بالنسبة لي. ووصفة النهاردة محتاجة نجهز كوباية الشاي بلبن ونستناها تخرج من الفرن بسرعة. يلا بينا على المقادير. نص كيلو من الدقيق، معلقتين سكر، معلقة من بودرة المحلب، رشة ملح، هقلب مع بعض. كوباية سمنة وزيت يسخنوا كويس. هقلب الأول بالمعلقة بعدين بإيدي ببسهم كويس زي رمل البحر. الخميرة بعد ما اتأكد انها اتفعلت كويس جدا بنزل بيها على الخليط وبكمل عجن بمية دافية لو احتاجت. أول ما تتكون عندي عجينة بغطيها وبسيبها تخمر في مكان دافي. بعد التخمير بفردها قدامي على شكل مستطيل وبشيل كل الأطراف الزيادة عشان نظبط شكلها بعد كده. عندي الملبن مقطعاه على شكل أصابع، بحطه على أطراف العجينة وبلف لفتين مش أكتر من كده. بقطعها بالسكينة. بقفل كويس جدا من تحت عشان الحشوة ما تخرجش. ببططها شوية كمان بإيدي عشان يبقى سمكها كمان مناسب. قطعوها بعد كده بالحجم اللي انتوا عايزينه سواء كبيرة او صغيرة. هنجيب بعد كده طبق فيه نص كوباية مية، معلقة عسل اسود مدوباهم مع بعض، وطبق فيه سمسم بغطسها في المية بالعسل بعدين السمسم. وبعدين بحطهم في صينية مدهونة دهنة خفيفة جدا، ربع ساعة تدخل فرن على مدة 25 دقيقة. هتخرج سخنة ودايبة وريحتها هتجنن. نجهز كوباية الشاي بلبن واستمتعوا بأحلى قراقيش بالملبن دايبة ومظبوطة. لازم بجد تجربوها، متنسوش تعملوا سيف وفولو. أشوفكم على خير.